يلا نحضر لأحلى وأسهل عزومة ممكن تتعمل في الحياة. عندي كبدة هتبلها بملح، فلفل أسمر، كمون، توم مفروم، 7 بهارات وعصير ليمونة. كده تتبيلة الكبدة جاهزة، هنقلبها في بعض كويس ونشيلها في التلاجة. بعد كده هحضر عندي الشاورما المصري، ملح، فلفل أسمر، كزبرة ناشفة، قرفة، 7 بهارات، وحوالي معلقة أو معلقتين خل أبيض. بنقلبهم في بعض ونشيلهم في التلاجة. هنحضر الحواوشي، هنحط الخضار في الكبة بتاعتنا، بصل، فلفل أخضر بارد وعادي، هنصفيها من المية كويس جدا. هضيفهم على اللحمة المفرومة. بعد كده هتبل اللحمة بملح، فلفل أسمر، كمون، كزبرة، 7 بهارات، قرفة، نشا، ومعلقة دقيق، و3 فصوص حبهان مطحون. لو موجود مطحون عادي تقدري تستخدميه، بس بقى انا طحنته كويس جدا وخدت الباودر وحطيته. بدأت اميكس كل التوابل مع الخضار واللحمة، بس انا بحبها ناعمة اكتر فبحطها في الكبة جزء جزء بحيث ما اشوفش الخضار عن اللحمة مفصول. بعد كده بضيف عليها شبت مفروم او متقطع ناعم. بميكس كل حاجة مع بعض كمان. بصوا ده التكستشر اللي انا ببقى عايزاه في اللحمة. بغطيها وبسيبها تقريبا في التلاجة ساعة. لسندوتشات استخدمت عيش بلدي، كان الرغيف كبير فقسمته على جزئين. اهم حاجه وانا بحضر الساندوتش نفسه ان اللحمه ما تبقاش مكتله ولا تبقى كتير، ولازم تبقى مضغوطه ومتوزعه كويس جدا زي ما هو واضح. بدهنها بزيت وسمنه بلدي من الناحيتين، بكون طبعا محضره الفرن عندي سخن وجاهز بدخلها فيه. السجق اسهل حاجه ان انا بقطعه عادي، بيبقى متبل. طبعا انا استخدمت زيت كتير، هو ما بيحتاجش كل الزيت ده. بنزله في شوية زيت وبتبله بملح وفلفل أسمر. هبدأ أسوي عندي الكبدة، هنزلها في طاسة سخنة وزيت سخن. بتاخد صدمة على وش، والناحية التانية أنا بحب أضيف عليها ورقة لورا لو في أي زفارة زيادة بتشيلها. بضيف عليها الخضار، بحب أكتر الفلفل يبقى حامي وبارد. بعد كده أسيبها تستوي وبس. دلوقتي هجهز عندي شاورما اللحمة برضو في طاسة سخنة وزيت، شوية زيت. بنزل اللحمة بتاخد صدمة من ناحيتين. بعد كده بحضر عندي الخضار، طماطم، بصل، فلفل أخضر. بعد ما تستوي بضيف بقدونس ونعناع مفرومين، وبضيف عليها الطحينة. بألف هنا.